عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا ستاتي او مراتي حلوات؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. طبعا انا وريتكم طريقة البقلاويز او بلح البحر، نسلقه ازاي وننضفه، وكنت مجهزاه معاكم على ان انا هوريكم ان شاء الله الطريقة اهو معايا، وهوريكم باذن الله الطريقة الجديدة كده يا رب تعجبكم. عندي طاسة على النار وهحط فيها زيت. طبعا انا سايبه الطاسه كانت بتسخن، وهنزل بقى عندي مقطعه زي ما انتم شايفين كده طماطمايه، مش هكتر طماطم، وعندي فلفل اصفر وفلفل احمر الوان، وعندي مشروم، وعندي توم. هنزل بالثوم، دي طريقه جديده. طبعا احنا عارفين ان بلح البحر او البقلاويز ده يعني هي نفس الطريقه اللي بيحمروها او بيعملوها مثلا بطحينه وكده. لا، انا حبيت ان انا اعمل حاجه جديده وبرده سريعه، ما تقلقوش. نزلت اهو يعني 3 فصوص ثوم، مش اكتر اهو. يا رب يعجبكم باذن الله. ما تنسوش بقى دعوه حلوه وكلمه حلوه في تعليق وتشجيع منكم علشان القناه باذن الله تكبر بيكم، وتشتركوا في القناه باذن الله وتشجعوني. كده نزلنا بلح البحر او البقلاويز اهو، سيبه يتشوح. هحط بقى التوابل بتاعتي، هحط فلفل اسود وفلفل اسمر. طبعا عايزه اقول لكم ان البقلاويز ده بيحب الكمون، يعني تحط حبه كمون محترمين كده بيخلي طعمه جميل جدا. وكزبره، طبعا عارفين الاسماك اهم حاجتين بيتحطوا الكزبره والكمون، يعني زي الفراخ واللحمه بنحط فلفل اسمر اهم حاجه، لا بنحط بس مش كتير يعني. كده اهو، وهسيبه على النار بقى ايه شويه يتشوح. انا طبعا كنت سلقاه وغسلاه كويس قوي زي ما شفتوا معايا، فهو هتلاقوه دي سلام على الريحه اهي بدات تطلع. ممكن كمان اعمله طاجن في الفرن برضو باذن الله، لو طلبتوه مني باذن الله اعمله لكم. انا بعمله بكذا طريقه، مش اللي هو يعني الطريقه التقليديه دي وبس، لا انا دايما بحب اخترع من الحاجه يعني 100 سم، ممكن اعمل 100 سم من حاجه واحده. وده طبعا الست الشاطره اللي ايه، اللي تشغل دماغها كده وتفكر وتغير، لان احنا بنزهق من الاكل كل شويه هو نفس الطبيخ وكده. لا، وكلنا كمان بنحب الاكلات السريعه، يعني دي مش هتاخد معاكي 15 دقايق الماكسيموم يعني بالكتير، مش هتطول معاكي، هم 10 دقايق بالكتير قوي قوي يعني. وهتكوني مجهزاها وحطاها مع شويه بطاطس مثلا، مع شويه بطاطس محمره، ولو شويه سلطه مثلا لو انت حبيتي وبس. هنزل بقى بالمشروم والفلفل، هنزل بالطماطمايه كمان. انا ما كترتش الطماطم لان انا حاطه فلفل ومشروم، فمش حابه ان يكون الطماطم كتيره فيه يعني. انما لو هعمل طاجن اكيد هحط معلقتين صلصه وهحط طماطم. احط بقى الملح،
كده حطيت كل حاجه، توابل والملح برضه حطيته. مش عايزه اقول لكم والله العظيم الريحه تجنن، مش اللي هو المعتاد اللي احنا بنعمله حبه زيت وحبه كمون وقلب وكده وشويه طحينه. لا، جربوا الحاجات دي وجربوا الاختلافات وان انتوا تغيروا في اكلاتكم وشوفوا الفرق. تحسي بسعاده كده وانتي بتغيري التحليل. كده هسيبه لما يتحمر كويس اهو زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى شويه على النار لحد ما يتشوح. بصوا يا حبايبي هو كده خلاص بقى جاهز معايا. اهو زي ما انتم شايفينه، بسم الله ما شاء الله، الف هنا. جميل جميل جميل، وريحته عايزه اقول لكم ريحته تحفه والله العظيم. جربوه عمركم ما هتندموا ابدا وكل شويه هتعملوه. بصوا يا حبايبي كده انا جبت طبق عندي اهو، هفضيه. حابين بقى تاكلوه بعيش بلدي، حابين تاكلوه سندوتشات في عيش فينو، اللي انتوا عايزينه كلوا بيه. يعني انا هاكله كده. انا عملت شويه بطاطس مقليه، وكمان عملت سلطه، تقولوا كول سلو بقى او سلطه خضار. انا عملتها بشويه مايونيز ومعلقتين عسل. وادي ده عندي الطبق اهو بألف هنا. شايفين الدخانه طالعه كده ايه جميله اهو، وبألف هنا يا رب للي ياكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم باذن الله. وما تنسينيش بقى زي ما قلت لكم في اول الفيديو بدعوه حلوه وان انتوا تشجعوني والقناه تكبر بيكم يا رب، اللهم امين. ويا رب دايما تكونوا بخير ووصفاتي تكون بتعجبكم. واشوفكم على خير باذن الله. مع السلامه حبايبي. اكلة لوجز او بقلاويز زي ما تقولوا او زي كل محافظة ما بتقول، بس جامدة 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 يا جماعة. لو عايزين تتفرجوا عليها ادخلوا على القناة واشتركوا بسرعة وفعلوا زر الجرس. وان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة. وشوية سلطة وشوية بطاطس محمرة. قوموا بسرعة يا تعملوا يا تتفرجوا على الفيديو الاول وبعدين تقوموا تعملوا. مع السلامة.